السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهيوتنا كنقترح عليكم اليوم هاد الشهيوة البسيطة اللي غادي تنفعكم في، يعني ماشي غير في الصيف، هي كتنفع على طول العام. خصوصا لو حضرتوهم بكمية كبيرة، عطيتوهم يعني الوقت وحضرتوهم بكمية كبيرة، فغادي ينفعوكم في الوجبات ديال الأطفال، في الوجبات ديال الخرجات، في غديوة خفيفة، يعني في أي حاجة غادي ينفعوكم. بالنسبه للشهوه فهي الكروكيت ديال البطاطا بالدجاج، كيجيو ممتازين وهائلين، مقرمشين من برا وطريين وملصقين ومعلكين من الداخل. انتما كتشوفوا هذه وحيده قطعتها مع فيها الفرماج، فكيجيو لذاذين بزاف ومنسمين بواحد، يعني النسمه اللي كتجي فيهم هائله بزاف. غادي نبداو هنا بسم الله وبالصلاه على رسول الله. عندي هنا تقريبا 550 غرام ديال البطاطا، سلقتها وقشرتها. وطبيعة الحال غادي تمعسوها او لا تهرسوها وهي مازال سخونه او لا دافيه، ولكن الا بردات راه غادي تجيكم صعيبه. احنا عندنا الغرض اننا نحصلوا على واحد البطاطا مهروسه وتكون ما فيهاش يعني ما فيها حتى شي طريف قاصح وما فيهاش كتل، داكشي باش خصكم تهرسوها ولا تمعسوها وهي مازال دافيه او لا سخونه. يمكن لكم تعملوا لها الراسه ديال الخضر العاديه، شي فرشيطه كبيره، اي طريقه. هنايا عندي تقريبا رابعه ديال صدر الدجاج. انا هنا استعملت واحد صدر ديال الدجاج مشوي، يعني كنت شويت واحد الدجاجه وتبقى ليا منها الصدر، راه كتعرفوه ما كيتكاش، فهو اللي باش غادي نخدم. لكن الا ما عندكمش شي حاجه شايطه فحال هكذا، فغادي تاخذوا الصدر ديال الدجاجه رابعه وغادي تسلقوه في واحد الماء اللي غادي تنسموه بالثوم، ورق سيدنا موسى، عويد القرفه، حبيبات ديال القاقله اولا الهيل، حبات ديال القرنفل، عود الكرفس، وغادي منين يتسلق تقطروه مزيان وعاد تفتتوه. هنايا انا خديت ديك القطع ديال الصدر ديال الدجاج وبديت تنقطعها بحال هكذا. غادي هو يمكن لكم تفتتوه يعني نسيلات هكذا رقيق، او لا تخدموا بحال هكذا لاشواغ وغادي تطحنوه هكذا افضل، باش كيتمازج مزيان مع البطاطا. ومنين كتكونوا بحال دابا تاكلوه ما تتحسوش بديك الحروشي هكذا شي نسيله طالعه ولا شي، يعني ما كيتبقاش الخليط ديال هاد الكروكيت حرش بزاف، كيكون يعني منسجم مع بعضه. هنايا كما لاحظتوا الدجاج ضفتو على البطاطا. غادي نعمل هنايا عندي جبن، هنا عندي الفرماج الاحمر يعني لي دام، او لا اي جبن فيه النكهه باينه، حتى الشيدر يجيكم. هنا عندي تقريبا 5 حتى ل6 ديال المعالق كبار ديال الفرماج الاحمر محكوك. بالنسبه للعطريه فعندي هنايا نص معلقه صغيره ديال التحميره، الملح، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال الابزار وبودره الثوم وبودره البصل. وغادي نضيف هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الموزاريلا. وهذه اضافه كتعطي واحد النسمه هائله، اللي هي واحد الراس د معلقه صغيره ديال المروزيه او العطريه ديال الدجاج. وعندي 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطع، وبيضه وحده. بيضه وحده كافيه باش تخليها باش تجمع الخليط. هنا كنقول لكم بانني يعني اكره ملمس عندي هو ديال الصفار د البيض، ديال المح د البيض ما تنحملش نقيسو هكذا مباشره. يعني هذه هي الملاحظه اللي قلت فاش كنعت لكم في البيض. هنا غادي تعجنوا، يعني ماشي غير مجرد خلط، لا غادي تخلطوا وفي نفس الوقت كتعجنوا بيديكم. راكم شفتوني بحال الا كندلك العجينه، لان هذا الخليط خصو يتخدم مزيان باش يتجانس مع بعضه. هنايا حاولت نشكل كويره يعني هكذا، يعني كتله فتشكلت ليا، يعني هنا الخليط جاهز. غادي تحطوه واحد شويه في الثلاجه غير يبرد واحد شويه عاد باش تخدموا به، اولا ممكن تبداو تشكلوهم مباشره. هنا غادي ناخذ واحد البلاطو دهنته بالزيت، وكذلك دهنت يديا بشويه ديال الزيت، غير الزيت العاديه ديال المائده. وغادي نبدا نشكل صبيعات، هانتوما كتشوفوا. هو كل ما يعني كان الحجم فحال هكذا اولا صغر كان احسن، لكن الا كبرتوهم بزاف ما غتحكموش فيهم حتى في القلي، حتى في منين تكونوا كتغلفوهم. صافي هانتوما كتلاحظوا كنحاول نعطيهم قياس متساوي، لذلك كنشكل صبيع وكنعبرو مع اللي قبل منه باش يعني يجينا داكشي شويه زوين ومقاد. كما يمكن لكم تعملوهم كويرات،
كويرات كيجيو اسهل من انكم تشكلوهم صبيعات. طبيعة الحال غادي نكمل تشكيل هاد الخليط اللي عندي كامل. يعني كتعطيوهم واحد شويه د الخاطر باش يجيكم الشكل زوين. صافي هنا كملت التشكيل. هنا غادي نحضروا لهم التغليفه. عندي واحد المقدار ديال الدقيق، عندي تقريبا واحد الكاس كبير عامر ديال كاس ديال العنبه، وضفت ليه تقريبا 3 د المعالق ديال النشا اولا مايزينا. وعندي البيض. هنا غادي نبدا نتبل شويه ديال الفلفل الاسود في البيض وشويه في الدقيق، مزيج الدقيق ومايزينا. وهنا شويه د الملح في البيض وفي الدقيق، وكذلك في داك الشابلور او الفتات ديال الخبز. وهنا عندي العطريه ديال الدجاج، غادي نعمل شويه نسم بها. يعني كما لاحظتوا عملتها غير في البيض وفي الدقيق. وهنا عندي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. اولا يعني كتنحي ديك الزفوريه ديال البيض. ثانيا كتخلي الخليط ديال البيض ما كيبقاش يعني هكذا مجموع، لا كتخليه سائل بزاف ونسيابي. يعني فاش كتكونوا كتغلفوا ما كتبقاش تلصق لكم شي قطعه كتبداو تحسوا بها كتهز وكطيح، لا كيخلي الخليط كله سائل وانسيابي. وكذلك كما قلت لكم كتحيد ديك الزفوره ديال البيض. هنا غادي نبدا عمليه التغليف. طبيعه الحال كتهزوا يعني شويه بشويه، يعني 3 ب3 ولا 4 ب4 ديال القطع ديال البطاطا، وكتغلفوهم بطبيعه الحال في الدقيق، في خليط الدقيق ومايزينا. ومن بعد كدوزوهم في البيض. طبيعه الحال كتستعينوا بشي فرشيطه ولا شي حاجه باش يديكم ما يعمروش، حيت طبيعه الحال الخليط ديال البيض راه سائل، وعاد غنحطوا يدينا في الدقيق وفي ديك لا شابلور. فافضل انكم تستعينوا بشي اداه باش تهزوهم هكذا في البيض، باش تقلبوهم في البيض. من بعد البيض كنغلفوهم مزيان في الفتات ديال الخبز او لا شابلور او البقسماط، يعني حسب اش كيتسمى في كل بلاد. لاحظوا انني راه ماشي غير كندوزهم هكذا كنمررهم، لا يعني كنغلف مزيان ونعاود ندورها في يديا ونعاود عاود نمررها في داك الفتات ديال الخبز. طبيعة الحال اكثر عمليه صعيبه في تحضير لي كروكيت وممله هي هذه، هي التغليف، ولكن كيصبر الواحد حتى كيدوزها. ايوا كما قلت لكم في البدايه، لا معكم الوقت يعني حضروا كميه كبيره، يعني عملوا تقريبا كيلو ديال البطاطا مع تقريبا واحد 400 غرام ديال الدجاج، وعطيوه الوقت يعني شي عشيه حتى تكملوهم واحتفظوا بهم في المجمد. الوقت اللي تحتاجوهم راه غير 3 ولا 2 منهم راه كيشبعوا. طبيعه الحال مع شي سلطات ولا شي حاجه في الخرجات ولا في هذا الصيف، ولا كما قلت لكم حتى الاطفال يعني في الوجبات المدرسيه. هنايا كنحاول نغلف مزيان. داكشي باش قلت لكم راه اكثر عمليه كتاخذ الوقت هي هذا التغليف. بطبيعه الحال غادي نواصل العمليه حتى نكمل كاع القطع اللي عندي، وغادي نبدا في القلي. ما غنبداش في القلي. هنايا ملي كما كتشوفوا كملنا التشكيل، غادي نحطهم في المجمد تقريبا واحد نص ساعه ولا اكثر عاد باش نبدا في القلي. وكما قلت لكم الا بغيتوا تحتفظوا بشي وحدين في المجمد احتفظوا بهم حتى الوقت اللي تبغيو تخدموهم. بالنسبه للقلي كما كتلاحظوا ما كيكونش مغطياهم تماما، يعني ماشي زيت عميق، وكتبقاو غير مجرد ما تبان لكم الذهبات وتشكلات ديك القشره تحمرات قلبوهم دغيا، لان الا خليتوها حتى تحمرات تماما بالقياس اللي غادي تبغيو غيطرطقوا لكم من واحد الجهه، يعني غيطرطقوا لكم بزاف ويتشتوا لكم في المقله. ديك الاضافه ديال المايزينا اللي عملت في الدقيق فكتعاونهم باش ما كيطرطقوش بزاف. هي اي صراحه اي كروكيت مهما حاولتي معاهم الا وكيطرطقوا من شي جنيب، ولكن انا هذه الطريقه اللي كنعمل بهذا الشرح اللي شرحت لكم غادي تفاداو انها تشتت لكم في المقله. راه كاين بعض المرات كاين شي نوع كيتشتت واخا كنشريوه جاهز من السوق. ها هما دابا حاضرين. بالنسبه للدرجه ديال التحمار كتبقى لكم، كاين اللي كيحمرهم بزاف، كاين اللي كيبغيهم غير شويه يعني ما ماشي حمرين بزاف. المهم هذه مساله كتبقى لكم.
انا قدمتهم مرفوقين بواحد شويه ديال الصلصه ديال الطماطم، حضرتها بوحدي في البيت، كتشبه شويه لصلصه البيتزا. انتم غتشوفوا قطعه مني غادي نفتحها، يعني كيجيو زوينين ولذاذ ومنسمين بواحد الشكل هائل.